صباح الخير او مساء الخير على ميعاد فرجتك على الفيديو ده. خلينا متفقين ان عاداتنا هي اللي بتأثر على حياتنا. لو كانت عاداتنا ايجابيه وصحيه بالنسبه لنا فهتبقى طبعا بتطلع على مستقبل مشرق وبص يعني الطب. ولو كانت عاداتنا غير صحيه بالنسبه لنا بطريقه وبتأثر علينا بطريقه سلبيه، متهيألي الفيديو ده ليك. في الفيديو ده ان شاء الله احنا هنتكلم عن 3 عادات بيكملوا بعض بيغيروا حياتك لطريقه افضل. لو عجبك الفيديو وعجبك المحتوى متنساش لايك الفيديو، تشترك في القناة عشان محتاج دعمك الفترة دي. يلا بينا نبدأ. هنتكلم عن 3 عادات رئيسية. أول عادة هي الاستمرارية، تاني عادة هي عدم الراحة، وتالت عادة هي المشاكل وحلولها. هناخدهم عادة عادة كده ونتكلم كل واحدة فيها بالتفصيل. اول حاجه فيها هو الاستمراريه. مين فينا دخل في حاجه او ماشي في طريق ما كملوش لاخره؟ اذا كان في جيم، اذا كان في شغل، اذا كان تحويشة مبلغ معين، اذا كان في مشروع. يمكن دي اكتر حاجه احنا بنقابلها في الفتره دي واكتر حاجه بتاثر علينا. لازم يكون عندنا هدف نوصل له، حتى لو الطريق اللي احنا مشينا فيه ده عارفين ان نهايته هتبقى غلط بس نكمل فيه. هتقول لي هنكمل فيه ليه ما احنا عارفين انه غلط؟ هقول لك لان انت اخترت انك تمشي فيه. هيبقى غلط بس انت هتستفاد منه. هتقع في غلطات كتيرة بس الغلطات دي هتفيدك انك ما تقعش فيها في الخطوة اللي جاية. استمر في الحاجة اللي انت عايزها للاخر يا عالم. يمكن دلوقتي الحاجة اللي انت ماشي فيها دي بس فايدتها هتيجي قدام. اسعى وربنا يسعى معاك. ما ينفعش تبقى انت قاعد منتظر ان الحاجة تيجي لك لغاية عندك، تمشي في الحاجة اسبوع ولا 2 او شهر حتى وما تكملش في الاخر وانت عارف انها هتاخد وقت. يعني خلينا مقتنعين ان اللي بيروح جيم عارف انه هياخد وقت عشان يبني فورمة مش اقل من 6 شهور. تمام. اللي بيعمل مشروع عارف انه هياخد وقت عشان المشروع ده يجيب له مكسب. كل حاجه وليها فتره معينه لازم تستمر فيها. فلو انت ما استمرتش فيها وانك كسلت من اولها وقلت الحاجه دي لا مش هتكمل معايا، لا انا مش هستفاد منها، لا مش جايبه همها، يبقى مشيت فيها ليه من الاول؟ الشغف اللي كان فيك ليها الاول مش موجود فيك دلوقتي، او يمكن انت حسيت ان الموضوع بقى ممل وما فيهوش نفس الحماس بتاع الاول. بس وانت بتفكر فيها غير وانت بتنفذها. قدام اخترت طريق معين امشي فيه للاخر مهما خد منك من وقت. انت عارف ثمار الموضوع اللي انت ماشي فيه ده هيطلع في الاخر. الحاجات دي بتاخد وقت، واي حاجه بتاخد وقت دلوقتي. مفيش حاجه في وقتنا هذا او في حياتنا دلوقتي ما بتاخدش مننا وقت، واي حاجه احنا بنمشي فيها دلوقتي بتاخد وقت. فادي للحاجه وقتها، او ادي للمشروع اللي انت فيه وقته، او ادي الجيم اللي انت بتروح وقته. ما تسترخص في الحاجه. انت ما فيش حاجه عندك اكتر من الوقت. وخلينا مقتنعين ان كل ثانيه بتمر من غير ما انت تاخد فيها الخطوه دي هتأثر عليك انت، وانت اللي هتندم عليها بعدين. وصدقني لو مشيت فيها صح هتفرق معاك. ده كل اللي عليك انك تتعلم من غلطك واخطائك وتستمر لحد ما توصل. ده اللي هيخليك فعلا ناجح في حياتك. اللي هتحط رجلك فيه تستمر فيه الاخر زي ما قلت لك. تاني حاجه هنتكلم عليها وهي عدم الراحه. خلينا مقتنعين يا صديقي طول ما انت بتجري ورا الحاجه المريحه واللي ما فيهاش تعب واللي ما فيهاش شقه عمرك ما هتوصل. يعني قعده الكنبه مريحه بس مش هتوصلنا لحاجه، مش هتجيب لنا فلوس. نتفليكس مريح، عندك استعداد انك تقعد 6 ساعات قدام مسلسل سيزون 1 تخلصه، وما عندكش استعداد انك تقعد 2 ساعات بحالهم تتفرج على حلقة لكورس معين. هي دي مشاكلنا دلوقتي، ان احنا بنختار الحاجة المريحة لينا والمش مفيدة لينا. هي دي عدم الراحة. الشغل المريح وانك قاعد على كرسي طول اليوم دي كويس قوي بالنسبة لنا، بس في نفس الوقت مش هيجيب لك في الفلوس اللي انت متخيلها. مش هيخليك تحوش المبلغ اللي انت عايزه عشان تعمل المشروع اللي انت عايزه. هي دي عدم الراحة. قعدة الكنبة مفيدة بس مش بتفيدنا. اكل الجاهز مريح بس مش صحي. خلينا مقتنعين انك بتحب الراحة دي مش حاجة كويسة. لازم تدور على الحاجة اللي هتجيب لك الفلوس ليك، الحاجة اللي هتحسن من حياتك، الحاجة اللي هتخليك ما تبقاش قادر تاخد خطوة وفي نفس الوقت مأثرة عليك انك مش عارف توصل للي انت بتسعى بيه. انت عايز حلمك وشايفه بس انت ما بتاخدش خطوه ليه. 3 عادة معانا وهي المشاكل وحلولها، مش المشاكل وحجتها. زي ما قلت لك انت لو شفت اي مطب في سكتك او اي مشكله في سكتك على اساس انها حجه انك ما تكملش في الموضوع ده، صدقني احنا هنا هيبقى عندنا مشكله. انت ما ينفعش تاخد اي مشكله في سكتك او اي مطب ان دي حجه انك ما تكملش في الموضوع ده. لا بالعكس، ده انت تواجه المشكله، ده انت تعرف ايه المشكله وتعرف جت منين وتعرف ايه سببها وتحلها. لان المشاكل والمطبات اللي بتحصل في طريقنا دي هي بتبقى مقصوده انها تبقى موجوده اساسا من عند الله عشان توجهنا للطريق بتاعنا وان احنا نحلها مش اننا نهرب منها. خلينا مقتنعين عدد لا يحصى او مش فاكرهم اصلا. انت بتبص لنص الكوبايه المليان، ما بتبصش للنص التاني. انت شايف المشكله قدامك وممكن تكون عارف حلها بس انت مش هتاخد الخطوه دي اساسا. انت
لما تروح تقول انا عارف حل المشكله دي. ده اكبر غلط احنا بنواجهه دلوقتي. دي مشكله احنا ما ينفعش اصلا اللي احنا نتغاضى عنها. انا جاي اقول لك عن 3 عادات، جاي قلت لك الاستمراريه وقلت لك عدم الراحه، ودلوقتي المشاكل وحلولها. اصلك انت عدم الراحه دي هتوديك للمشاكل. فهم 3 عادات بيكملوا بعض، هم زي مثلث كده بالظبط، كل عاده بتكمل التانية. لا كده ايه، اقول لك مثال. انت لو مديرك في الشغل عنده مشكله وانت عارف حل المشكله دي، ما تقعدش ساكت، ده انت تروح تقول له ده انا حل المشكله دي هو 1 2 3، ولو تعرف تساعده تقول له انا اعرف اللي انا اعمل لك 1 2 3. ما تسكتش، ما تقعدش ساكت. انت قالها بالنسبه له لما تعرف ان في مشكله وتروح تقول له مشكله حضرتك انا اعرف حلها ايه، انت بالنسبه له ابن الشركه. اقلها هي مكافاه هي ترقيه، مش اقل من كده. فزي ما بقولك، ما تهربش من المشكلة، واجهها وحلها، إذا كانت مشكلة في حياتك الشخصية أو في شغلك. ده فعلا اللي هيحسن منك، ولو حتى فعلا اللي هيحسن منك ومن حياتك. لو عملت زي ما أنا بقولك كده ومشيت على ال3 عادات دول، أنت بالنسبة لك دول تافهين دلوقتي، بس والله العظيم أنت هتعرف أهميتهم إيه لما تستمر عليهم. بس ده كان كل اللي كان عندي أقوله لك النهاردة. فلو عجبك الفيديو وعجبك المحتوى وعجبك موضوع الحلقة، متنساش لايك الفيديو وتشترك في القناة، تكتب لي تحت في الكومنتات هل انت استفدت فعلا من الفيديو ده، وهل كلامي انا مظبوط ولا لا بالنسبه لك، وهل ايه اللي عايز نتكلم عليه في الفيديو الجاي. فاشوفك على خير في فيديو جديد بموضوع جديد. كان عجبك زي الفيديو ده، اشوفك على خير.